بعض الاشياء كما جميع العمال، لكن ما عندناش حقوق كما عندهم هما. حنا نسالوا الحكومه كيفاش المصير تاعنا حنا من بعد هذه العقود، وين رايحين من بعد هذه العقود. المشكل ان من بعد ما كاين مصير مجهول، رانا رايحين لمصير مجهول. ماذا بين الحكومه تجاوبنا دير لنا حل وتدمج الشباب هذا في مناصب عمل لضمان مستقبل مليح للشباب هذوما. كنت تسأل جميع الشباب على الوضعيه تاعهم في عقود نقابه التشغيل. الجميع متذمرين، الجميع مستائين، لانهم جميعهم حملة شهادات، متخرجين من جامعات، متخرجين من معاهد، متخرجين من مراكز التكوين، عندهم شهادات تاعهم، لكن غير مستغلين، غير ما يخدموش بهم، ما كانش مناصب عمل، ما كانش. شنو الواقع تاعهم على الارض؟ مدمرين مستائين، مورال طايح لهم، راه باسكو ما عارف المصير تاعهم مجهول، ما يعرفوش من بعد وراء هذه العقود وين رايحين. رايحين للبطاله، البطاله هذه العقود هذه بنا راح تاجل البطاله تاعهم، من بعد 6 سنين يلقاو روحه في البطاله بزاف. اكثر من 600,000 مستفيد من هذا الجهاز تاع عقود نقابه التشغيل، والمصير تاعو مجهول، ما يعرفش روحه من بعد وين رايح. المستقبل تاعو غير مضمون. في الدستور الجزائري لكل مواطن جزائري الحق في العمل والعيش الكريم. احنا ما راناش عايشين عيشه كرامه، ما راناش عايشين عيش كريم، ما راناش. وصلتكم اتصالات مع السلطات المعنيه؟ لحد الان الحكومه غامضه بالحوار، ما بغاتش تحكي مع الشباب.